تعالَ أقول لك حقيقة احتمال ما حدش في الدنيا يقولها لك غيري، لو لقيت حد طول الوقت كلامه بيأثّر فيك يبقى لازم تدعبس وراه. آه والله أنت سمعتني صح، طالما الشخص ده charismatic وعارف يرتّب كلامه وعارف يأثّر في أفكارك، يبقى أخطر حاجة ممكن تعملها في حياتك إنّك تاخد أفكاره جاهزة كده من غير ما تراجع وراه، مش لازم علشان الشخص ده كلامه غلط مثلًا. لكن للأسف إحنا مُخّنا كسول، المُخ مجرّد إنه يرتاح ما بيسألش، ولمّا ما بيسألش سهل جدًا الفكرة تدخل وتستقر جوّه، أول فكرة كده دخلت واستقرت جوّه من غير ما تراجعها، ده أول كده فتحة صغيرة للباب للأفكار السامة، دماغك طول الوقت بيحب السهل وبيكره جدًا يبذل مجهود، لو الكلام ناعم كده ما بيهاجمكش واللي بيتكلم واثق، المُخ بيقول لك خلاص ده تمام، الشخص الواثق في كلامه مش هيقول لك صدّقني، هيقول لك روح راجع ورايا. ولو الكلام ده ضايقك شوية يبقى أنت فهمته صح، اوعى تسلِّم دماغك لحد عجبك كلامه، دَوّر وراهم وورايا وورا أي حد ممكن تاخد منّه كلام، ما تستسهلش وتمشي ورا مُخّك، المُخ مُصمَّم على إنه يحمي طاقتك، كل ما هيلاقيك بيدوّر كل ما هيخلّيك تكسّل، علِّم ده لنَفْسك ولولادك كويس أوي، في الزمن اللي سهل فيه جدًا إن أمرّر لك معلومة واختار الناس اللطيفة اللي شكلها لطيف اللي بتعرف تتكلم، أكتر حاجة ممكن تأذيك أنت وجيل كامل مش عارف الصح من الغلط. أنا نرمين هيكل ودي قناة لحظة وعي. خليك فاكر دايمًا في لحظة بتغيّر اللي بعدها. سلام عليكم.